صفقة شريف عبد الفضيل انت كان ليك تعقيب عليها واحنا حتى بنتكلم في فاصل. شايف ان تذبذب نتائج فريق الكرة بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة كانت صفقة شريف عبد الفضيل صفقة موسم زي ما بيقولوا في الفترة الأخيرة، وعرفنا يمكن كلام ان الشريف عايز يروح الأهلي حتى بعد اتفاق مجلس إدارة الإسماعيلي على بيعه لنادي الزمالك. شايف ان الكلام ده بيهز شوية من آراء الأعضاء قبل الانتخابات ولا لا؟ لأن احنا وقتنا خلاص يعني، بس عايز أسألك على هذه الجزئية. على الإطلاق يعني مش موجودة في التأثير الانتخابي خالص. يعني لو الأهلي ضم شريف عبد الفضيل الليلة دي ده مش معناها ضمان لنجاح القائمة. نعم. ولا عدم ضمه ده مش تقليلا من شأنه، ولكن هي الفكرة زي ما بقول لحضرتك لدى الجمعية العمومية فيها رسوخ وفيها تنبه وفيها يقظة أكتر من كده بكتير. فكرة الكرة صحيح إن الكرة متعلق بيها فعلا الملايين من الجماهير، يهمهم في المقام الأول كرة القدم في النادي الأهلي، يهمهم في المقام الأول استقرار النادي الأهلي لضمان تحقيق ما حدث من إنجازات والبناء عليه. لكن أن يضم الأهلي الشريف ليس إضافة انتخابية أو لا يضمه ما يفرقش كتير يعني، ما يسحبش من رصيد يعني الانتخابي ده عادي حتى تذبذب النتائج. لكن مؤكد إنه على الصعيد الفني إضافته أو تعاقد النادي الأهلي معاه يدعم بشكل قوي خط دفاع النادي الأهلي. وده عشان كده الاهلي كان محتاجه وعرض عرض كبير احمد صديق و7 مليون جنيه على معرض بشكل رسمي وعرض لمجلس إدارة الإسماعيلي امبارح، وكان في اتفاق قبل الاجتماع على انه اوكي عرض الاهلي هو الافضل. كان في اتفاق عرض الاهلي هو الافضل من وجهة النظر الفنية والمادية. انت تتحدث عن لاعب وتتحدث عن قيمة مالية، واللاعب كان عايز لكن فجأة تغيرت كل الامور في اجتماع مجلس الادارة، واعلن مجلس إدارة الاسماعيلي موافقته على بيع شريف عبد الفضيل لنادي الزمالك. النهارده بعد الظهر استجدت امور انا متابعك فيها في بداية الحلقة، انه كان شريف عبد الفضيل مش عايز يروح الزمالك. طب هل شريف عبد الفضيل اعلن رغبته لمجلس ادارته بانه في يروح الزمالك؟ هو كان كتب اقرار برغبته في اللعب لنادي الزمالك، يبقى عليه الالتزام بهذا الاقرار وعليه تنفيذ هذه الرغبه. لانه انت تحت اي ضغط وافقت على الانتقال للزمالك ووقعت على اوراق. انا معلوماتي انه شريف عبد الفضيل كمان وقع على عقد لنادي الزمالك. وقع انا سمعت كلام زي ده مع حازم امام. لا، وقع على عقد وهو موجود داخل صفوف منتخب مصر بالمناسبه. انت يعني عارف، انت متاكد من المعلومه دي؟ طبعا. لكن انت وقعت واعلنت رغبتك، لابد ان انت تحترمها، لان هناك فريقا اخر زي الزمالك ارتبط معاك. نعم. ورتب احتياجاته الفنيه على وجودك ضمن صفوف وسلك كل الطرق عشان يروح الزمالك. تمام. مفيش ذنب عند الزمالك انه سلك هذه الطرق، حتى وان كان مجلس اداره الاسماعيلي ما فضلش عرض النادي الاهلي وهو الاعلى في القيمه، ما دامت رغبه اللاعب، ما دام رغبه اللاعب انه يروح الزمالك. بس رغبه اللاعب يا استاذ ابراهيم دلوقتي النهارده لما الرغبه تتبدل بقى لعب عيال. طبعا. انت على اي اساس وقعت وابديت رغبه وكتبت وسرت في هذا الاتفاق؟ يمكن الاهلي عرض فلوس اكتر عليه هو. ما هي المساله برضو احنا مش في سويقه. مش والزمالك بكره يعرض اكتر فيرجع اللاعب في قراره تاني، هو اللي بيستفيد ويرجع اللاعب في قراره تاني. صحيح. عندما تبدي رغبه او تتعاقد لابد ان انت تحترم ده. نعم. ايا كانت رايحه في انهي اتجاه. نعم. على اي اساس انت وافقت؟ انت ازاي بتوافق لفرقتين متنافستين؟ ده الاهلي والزمالك. وازاي بتقبل عرضين؟ ازاي انت بتقبل عرضين؟ لكن فكره ان النادي الاسماعيلي كما يصدر دائما عنه انه ارضاء لجماهيره او محاوله البعض دفع مجلس اداره الاسماعيلي في هذا الاتجاه انه يرفض عرضا ماديا افضل من النادي الاهلي نزولا عن ما يعتقد البعض ان ده الراي العام في الاسماعيليه، دي مسائل يعني جزء كبير من الفوضى والتهريج وملوش علاقه بالاحتراف. نعم. عايز اقول لك استاذ ابراهيم وانت معايا دلوقتي ومع كل الساده المشاهدين، اخر معلومات وصلنا ليها دلوقتي في موضوع قصه شريف عبد الفضيل، ان هناك جلسه الان تجمع استاذ عمرو جنايني وبعض من اعضاء ومحبي نادي الزمالك، اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وبعض محبي نادي الزمالك لتوسطوا في هذه الصفقه مع شقيق اللاعب، واللاعب في كلام معاه على قصه الخلاف، على قصه الماديات، يعني التفاوض على عدد السنين تعاقد عليها، وعلى قصه الماديات بالنسبه للاعب، يعني شريف ياخد كام ويمضي كام سنه، وهذا هو الخلاف. الضغط قدامنا 20 ثانيه. الضغط في الفتره الحاليه شريف عبد الفضيل يطلب من الزمالك 2.5 مليون جنيه في الموسم. فهو بيضغط في الفتره الحاليه في توقيت متاخر من المفاوضات للحصول عليها. نعم. لكن انا طبعا بيستوقفني في كلامك انه الاتفاق مع اخوه، شفنا كتير في الفتره الاخيره الاحتراف مع الاب
ووالده لاعب تتدخل. حصل واخد بالك، حد بيحترف عن طريق والدته، واحد بيحترف عن طريق اخوه، واحد والده بيتدخل. ثقافه يا استاذ ابراهيم، بقالنا 19 سنه في الاحتراف. ثقافه ولن تتغير. بكره سريعا جدا تقول ايه الاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟